حضرتك كنت عندك كلمتين. انا كده كده الموضوع بتاع الحلقه بتاعتي ملوش علاقه باللي حضرتك كنت عايز تقوله لي، بس قول لي حضرتك بتشتكي من ايه يعني ايه اللي مضايقك؟ انا بشتكي من غلاء المعيشه. المدام بتاعتي سابتني علشان عايزه مصروف اكتر، تجيب زيت وتجيب سمنه مش قادرين. السكر سابتك؟ سابتني علشان مش راحت فين؟ قادر اصرف عليها عند اهلها، مش قادر اصرف عليها، مفيش فلوس. متجوزين بقالكوا قد ايه؟ بقالنا على 30 سنه. تسيبك دلوقتي عشان غلو الاسعار؟ مش عارفين نعيش. انا من السيده زينب كلنا بنكلم بعضينا بنشتكي من الغلو. خليك يا حسين، حضرتك عايزه ايه دلوقتي؟ حضرتك ايه حضرتك يعني عايزه ايه؟ مشكلتك دلوقتي؟ مشكلتي ان بلدنا كويسه، انتوا تبع مين بقى اللي جايين تبوظوا البلد وجايين تسمعوا حضرتك دلوقتي تنشروا بره؟ حضرتك دلوقتي بتقولي رايك وانت حره فيه، وانا هطلعه وبقول رايي وبقول راي كل الناس. لا انت بتجيبي الناس اللي مش فاهمه حاجه وبتسجلي معاها، بتجيبي الناس اللي مش فاهمه حاجه وبتسجلي معاها. اتفضلي قولي تبع مين انت اصلا؟ اتفضلي قولي كلامي، قولي قولي انت عايزه انتوا ناس زباله اصلا، انتوا ناس زباله اصلا. هي دي الناس المحترمه يا جماعه. لا هي علشان معلش غنيه معاها فلوس او في وارد ليها بتقول كده، انما اللي معهوش زي حالات الناس كلها، العشوائيات كلها زي السيده زينب والسبتيه وبولاق الدكرور ومصر القديمه، كل الاحياء دي والله العظيم جعانه ما معهاش فلوس تاكل. انت جريئه. سلام عليكم. والله العظيم ما ينفعش تعيط، ان شاء الله كل حاجه هتبقى زي الفل. الناس دي كلها ما بيشوفهاش يحيى الفخراني وما بتشوفهاش الست الهانم. الناس دي لا يعلو اي شيء. هيطلع يقول لك بالتاجر الضماير دي بتاعت ربنا، تاجروا بالغلابه وما اعرفش ايه والقصه والروايه، ونفس قصه انت يا عم بتضيع يا عم بتضيع يا عم اسكت يا موتوا بغيظكم بتاع كذا، ضاعت شمتان في مصر يا بتاع. حاجه منتهى الاعجوبه. يحيى الفخراني كانت الست لميس جابر غير لولو. لميس جابر كانت تعبت وامر السيسي انها تتعالج على نفقه الدوله. قال البلد دي طلع وقال البلد دي ما يحكمهاش الا عسكري. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يزيد الجميع. ملايين متلتله وتتعالج على نفقه البتاع، ليه ما يحكمهاش العسكري وانت قاعد في ظل الدبابه؟ تتحرق البلد وتتحرق الشعب. حقيقه اقسم لكم بالله مثل هذه المشاهد ومثل هذه الكلمات بتحزننا ايام حزن، يعني ايام حزن. لان يحيى الفخراني ده ليه تاريخ وليه اعمال فنيه وليه كلام وليه حكم وليه مواعظ